السلام عليكم. النهارده وصفتنا وصفة جامدة قوي، وقبل ما نبتدي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على رسول الله. انا كان عندي فرخة خلصناها ما عدا الحتة دي، باين عليها مغضوب عليها ولا ايه؟ بس هيهات هيهات حضرت لها حتة وصفة تجنن. انا خدت الفراخ فصصتها وجبت الخلاط حطيت فيه اللبن وشلت قشطة اللبن وحطيتها عليه، وحطيت دقيق وحطيت لبن بودر وحطيت ملح وفلفل وضربتهم كويس قوي كده، اتكونت عندي احلى كريمه. وجبت سمنه حطيت عليه قطع جبنه لكفور، محب الجبنه الكفور ينضم للوصفه دي. وحطيت عليهم الكريمه ونزلت عليهم بقطع صغيره من الجبنه الكفور، ولما غليت حطيت الجبنه الموزاريلا، وكده الكريمه خلصت. سلقت المكرونه حطيت عليها زيت، حطيت عليها ملح وفلفل وقطع جبنه لكفور، ونزلت عليها بالكريمه وقلبتها كويس قوي عشان كله يندمج مع بعضه. وجبت البايركس حطيت فيه كريمة، وحطيت نص المكرونة والفراخ وغرقتها بالكريمة، وحطيت النص التاني من المكرونة ونزلت عليها باقي الكريمة كلها. ما شاء الله على الريحة. وبقى لما ادخلها الفرن حطيت الجبنة الموزاريلا، بسم الله ما شاء الله طلعت تحفة، طلعت تجنن الريحة. مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي. الجبنة ودت المكرونة مش في حتة تانية، وديتها بعيد. لو عجبتكم لايك وشير وقلب، وما تنسوش تشتركوا معايا على قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا عاملة ازاي، دايبة دوب جوسي خطيرة. ما شاء الله ما شاء الله، الريحة تجنن. جربوها بطريقتي. لو مش حابين الجبنة الكفور ممكن تحطوا اي جبن تفضلوها، وتستعملوا الفرخة اللي مش عارفين نتصرف فيها. سلام.